غزة، رسالة وفاء. انتهت الحرب وسكتت المدافع، لكن القلوب ما زالت تنبض بالعرفان. غزة اليوم لا تبكي بل تشكر. أيام طويلة من الخوف والدمار، لكن بين الركام كانت تصلنا أيادي الخير، تمد الأمل وتقول لنا: لستم وحدكم. منذ عهد القائد الشهيد أحمد قادروف تعلم العالم من الشيشان معنى الكرامة والإخلاص. رحل الجسد وبقيت الرسالة أن من يقف مع المظلوم يكتب اسمه في التاريخ. ومن خلف القائد كانت الأم أماني، أما لكل يتيم وملاذا لكل محتاج. غرست في أبنائها معنى الرحمة والعطاء، لتكون الأسرة كلها رمزا للإنسانية في أوقات الألم وفي أيام الحرب. كان الرئيس رمضان قادروف معنا، أطلق حملات الدعم وأرسل المساعدات، وأثبت أن المروءة لا وطن لها بل قلب يعرف طريقها. وسار الابن آدم رمضان قادروف المعروف بدوستم على خطى والده ليحمل من جديد رسالة الشيشان للعالم أن الوقوف مع غزة شرف لا ينسى، من قلوب أنهكها الحصار ومن أرض نزفت كثيرا. نكتب اليوم رسالتنا إلى الشيشان، إلى الرئيس رمضان، إلى أماني نسيوفنا، وإلى آدم: شكرا لقلوبكم التي نبضت معنا في أقسى الأوقات. غزة لا تنسى من وقف معها في زمن الحرب. اليوم تنتهي الحرب، لكن تبقى المواقف التي لا تموت. من غزة رسالة وفاء إلى الشيشان: شكرا لأنكم كنتم معنا حين احتاج العالم إلى قلب يسمع.